السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش أحوالكم؟ صحة رمضانكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم. شكرا على كم التعليقات تاعكم، الرسائل اللي سقساوني وينك توحشناك، رمضان بلا بيك ماصط، يعطيكم الصحة ربي يبارك لكم. شوفوا، جامي هدرت في الموضوع وجامي شكيت وجامي هدرت وعندي مدة وانا على هذا الحال، وجامي يعني هدرت في الموضوع مي وصل للمسل العظم. سمحولي، ما كاين لا دعم لا والو. راني اجور في الانستغرام الحمد لله، راهم يدعموا يعلقوا ما شاء الله تبارك الرحمن عليهم. مي في اليوتيوب القناة تاعي ماتت، انتحرت، يعني ما كاين والو. يعني نتعب وندير في الوصفات ونصور مي ما كاين والو. سمحولي على هادي، راني غايبة على الانستغرام على اليوتيوب. اللي يحب يتبعني كل يوم راني كاينه في الانستغرام، راني كل يوم نحط وصفه لي ستوري وصفات كل شيء، راني اكتيف اش 24 تما. مي يوتيوب نتعب، ما نجي مونتاج نديرو في الانستغرام ونزيد نجي ندير هنايا في اليوتيوب بزاف. على هادي اللي يحب يتبعني ويحب ديما يكون معايا، راني في الانستغرام كاينه. وإلا لقيت هنايا تحركت الحالة، راهم قنوات أقل مني جاو بعدي وين 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 وأقل مني في لي زابوني، وراهم تدعموا فيها، راهم ما شاء الله تبارك الرحمن عليهم بصحتهم، اللهم بارك اللهم زد. مي انا ما شفت والو، ما فهمتش علاه. تقوى هي كيما اي قناه واحده اخرى في اليوتيوب، يعني بكل صراحه راني انا كيما انا وهما كيف كيف. ماشي معناها عرفتوني في هذاك الفيديو معناها انا دعموني على جال هذاك الفيديو، لا لا. انا من عندي من 2014 وانا في هذا الدومين تاع اليوتيوب. هذاك الفيديو ما كان الا سبب حطوا رب العالمين باش نتوما تزيدوا تعرفوني برك، هذا ما كان. مي ما نربطوش هذا بهذا، كل واحد في بلاصتو. هذاك الفيديو وحده، تقوى اللي تعرفوها وطيب وكل شيء، والهوايه تاع الطبخ راهي هنايا كيما اي قناه في اليوتيوب كاملين. انا كيفهم ما نفرق عليهم ولا شيء، رانا كامل كيف كيف. على هادي نحبكم ديما ما تربطوش هذا بهذا، ما تقولوش انني نشوف باللي علاه ما يتبعوش لخاطر يربطوا الاحداث بهذاك الفيديو تاع الدار والناس دعموها بارك ولا جات طلعات ومنا بالدعم. لا لا، انا تاني راني عندي هواية الطبخ ونطيب ونصور كيما الاخرين اللي راكم تدعموا فيهم كاملين، يعني رانا كاملين سوا سوا. على هادي تبعوا معايا الوصفات تاع اليوم، بزاف بنان، وصفة حلوة ووصفة مالحة، على بالي رايحين يعجبوكم. تبعوا معايا. اول حاجة نبداو بها هي عصير هذا تاع الكابوية والجزر، بزاف بزاف بنين وصحية، حاجة صحية 100%. جبت 250 غرام تاع الكابوية، غسلتها وقطعتها مربعات، وجبت كمية تاني تاع الزرودية شغل 250 غرام هكداك، قشرتها غسلتها وقطعتها كيما هكذا دوائر، وضفت عليهم لتر تاع الماء، لتر ما كامله، ونحطوهم فوق النار حتى يطيب هذاك الكابويه وزروديه. الكابويه يطيب تمتم، الزروديه تدي شويه وقت، واش هي قطعوها رقيق كيما درت انا باش تدي كيما نقول الطيب تاعها يجي ليه. بعد ما تطيب خليوها تبرد، ومن بعد انا هنايا كنت مزروبه درت كل شيء مع بعضه، ضربتها بالبراميكسر حتى نترحى كل شيء. ومن بعد ضفت هنايا 2 كيسان تاع عصير البرتقال، تقدروا الى جاك مكاس تقدروا ديروا كاس واحد اخر تاع الماء يولي 2 عصائر. ومن بعد ضفت عليهم هنايا علبه تاع طبيعي ماشي طبيعي، هنا درت هنايا ذوق المشماش. وهنا باش نحليها انا درت هذه بات فروي تاع فرويور، درت هنايا ذوق الليمون، راح يمدلها واحد الحموضه واحد البنه، شغل حبيت ندير تقريبا كل شيء 100% طبيعي. فرويور تاني ما فيهاش يعني المواد بزاف، تقدروا تقولوا طبيعيه، راهي فواكه كامله كيما راهي. درت هنايا هذيك 2 ملاعق كبار تاع بذوق الليمون فرويور، خلطتها مليح. ودركا شوفوا الى حابين تصفيوه صفيوه، والى ناقص حلاوه زيدوا له السكر الى حابين نتوما، والى عجبكم هكا قدموه. يتقدم بارد ويتشرب بارد، بزاف بزاف هايل، يعني يجي بزاف بنين. شوفوا يعني القوام تاعو خاطر مفيد للدراري صغار ليكم انتوما في ايام يعني رمضان السهرات، هايل هايل، يعني احسن من انكم تروحوا تشريوه. وشربوه بالصحة والراحة، بزاف بنين. هذا بالنسبة للوصفة الأولى اللي هي عصير الكابوية والجزر. دركا نروحوا للوصفه تاع المملحات. هنايا عندي كاس تاع الحليب دافي، مغرف تاع الخميره، مغرف تاع السكر، مغرف زبده دايبه،
خلط كل شيء مع بعضاهم بالفوي. ومن بعد هنايا نبداو نضيفو في الفارينه دات لي 3 كيسان بالضبط. درت الكاس الاول ومعاه مغرفه صغيره تاع الملح، ودرت الكاس الثاني، ونبداو نلمو في العجينه بيدينا حتى نشوفوها الا زادت محتاجه فرينه نزيدوها. هنايا راني درت 3 كيسان تاع الفرينه بالضبط. نتوما شوفوا على حسب الفرينه اللي عندكم اسكو تشرب ولا ما تشربش، ليكم يعني شوفوا نتوما. لميتها تحصلت على عجينه حكمه، روحها نغطيوها هنايا بابي بلاستيك غذائي ونخليوها تخمر في بلاصه تكون دافيه. ها هي هنا بعد ما خمرت دات الوقت الكافي نهبطوا لها هذوك الاختمار، نديغازيوها ونبداو نخدموا فيها. وقبل هذا البنات راني جبت لكم مشروع راهم داير ضجه كبيره هاد الايامات، اللي هو المشروع الجزائري تاع نيو فيزيون. راه 100% جزيري، والمقر تاعها راهي في قسنطينه، والدوله راهي مدعمتها يعني 100% حلال ان شاء الله. وعندها تاني كونت بانكير في بنك الخليج. فرصة ليكم باش تكون عندكم مداخيل أسبوعية، ماشي كل شهر، كل أسبوع عندكم مدخول. هذه الشركة تقدم دروس تاع الدعم إلكترونية في كامل المناهج يعني الدراسية، فيها اللغات، فيها السوربان، فيها كل شيء اللي تقدر تقريهم انتي، يعني تقري ولادك وتتحصلي بهم على شهادة قانونية توفر عليك الجهد، المال، الوقت، والأهم المبلغ هذا في متناول الجميع. يعني الخدمة غير من الدار برك وبتليفونك، والأهم توصل الخلصة نتاعك حتى ل7 ملايين. يعني كاين أخوات هنا اللي راهم ممكن فيها يقولونا في تعليقات. شركة راهي دايرة باقات مجانية السنة المقبلة، دخلوا للجروب رايحين تلقاوني فيه، ورايح نكون مع فريقي وندعم فريقي. أنا نوعدكم باللي الفريق تاعي راني رايحة ندعم، وخليكم الرابط باش تفهموا أكتر وتديوا معلومات أكتر في التعليق الأول وفي صندوق الوصف. نرجعوا هنا للوصفة تاعنا. بعد ما فتحت العجينة كيما شفتوا ودرتها طبعتها هكا دوائر، انا طبعتها على شكل دائرة. دوكا هذيك الدائرة نزيدو نفتحوها شوية باش تمدلنا الطوع في الخدمة وباش تجينا الخدمة تاعنا متقونة. هاني دوكا نزيد نفتح فيها غير شوية هكا، ونجيبو هذاك الطابع تاع السوفلي. ها هي نحطوها في الوسط. شوفوا كي زدنا درناها حليناها بالحلال زاد شويه كبرت. ندوركا واش نديرو، نحطو هنايا طماطم صلصه الطماطم تاع البيتزا، ديروا اي صلصه عندكم انتوما. درت هنايا ملعقه كبيره تاع بيض مغلي ومبشور كيما راكم تشوفوا، سمحوا لي غايت. ودرت هنايا كميه من الطون، انا ندير ديما الطون تاع ريكامار. خيرت اليوم هاد الطونه اللي بالزيت تجي بزاف هايله. ديت 2 علب، نحيت لهم الزيت كيما راكم تشوفوا، يعني باش ما تجيناش مزيته بزاف. نحيت الزيت على جنب. تقدروا ديروا به اي حاجه واحده اخرى، تقدروا ديروا به المايونيز، بزاف حوايج. وهذاك الطون راني حطيته على جنب، ورايحه نحشي به الحبات تاع السوفلي. ديت هكا ملعقه كبيره تاع الطون. هذوك 2 علب دارولي 6 تاع الحبات، يعني ما شاء الله 6 حبات. وهي العجينه كامله ديريكم حوالي حتى 14 15 حبه تاع السوفلي، الحجم تاعهم لاباس به. ومن بعد غلقت بهاد الاداه هذه تاع السوفلي، ونحيت الزوائد بهذه الطريقه هكا. رايحه وضغطوا مليح باش هذوك العجينه تلصق في بعضها. وهذا هو الشكل. شوفوا الشكل جاي هبل، جا شباب، الشكل هايل هايل. جبت هنايا حبه تاع البيض كنت ضربتها، وبديت ندهن في الحبه تاع السوفلي هكا من الفوق. تقدروا ديروا اي شكل واحد اخر حابينه نتوما، يعني ماشي محتم ديروا هذا الشكل، تقدروا ديروا شكل مثلث، دائره، كيما تحبوا، هلال. المهم العجينه هذه هايله، تجي خفيفه كي القطن. دهنت هذاك الحبه تاع السوفلي من الفوق بالبيض مليح، وزينتها هنايا بشويه تاع حبوب الشيه. تقدروا ديروا جنجلان، تقدروا ديروا سانوش كيما تحبوا. انا عندي هذا يجي يهبل في الشكل تاعو، تجي صغيره الحبه، تجي هايله. ودخلوها الطيب ب 180 درجه حتى نتعمر. كل واحده تعرف الفرن تاعها، كل واحدة تعرف الفرن تاعها كيفاش يطيب، اسكو يطيب ليه اسكو يطول. المهم ها هم طابوا هنايا محمرين من التحت محمرين من الفوق ما شاء الله، وفارغين في الوسط. هذاك الفرماج هذاك الطون بزاف 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 بنينه. الحشوه تاعها راهي سهله مهله، تقدروا يعني توجدوها بالخف.
ليه يعني في الدقيقة 90. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ان شاء الله تعجبكم الوصفات. الى فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.